قل لي شو بدك مشان اهديك حياتك؟ انا ما بحب الهدايا، وانا ما في لي مشكله معك يا مراد على مدار، بس اعطيني عادل وراح روح مثل ما جيت، والميدان رح يكون فاضي. يمكن ما حكوا لك عني منيح، حتى لو اجى معلمك ما رح تاخذ رجال. مراد على مدار، لا تروح وتروح جماعتك مشان واحد على حفتك. خليني اخذ عادل وامشي. مين انت لا تقدر تروحنا يا وقح؟ هذا الشاب دربته منيح على فكره. عبد الحي لهلا بحياته مع صالي ايام، فلا تعب حالك بهذا الحكي يا ابو يرز. بس لانك قربت انت وجماعتك من بنتي، كنت ناوي اقتلك انت ورجالك من دون ولا كلمه، لكن بما انكم اصدرتوا حكمكم علينا فنحن كمان رح نعمل لك عفو. معك 24 ساعة من هلا لحتى تترك تركيا مشان نسمح لك تضل عايش. مراد على مدار، انت من كل عقلك مفكر حالك بتقدر تقتلني؟ انت عين وحدة يا دوبك عم تشوف فيها، مشان هيك رح اشرح لك. فوق عينك المغمضة في بقعة حمراء صغيرة، هي البقعة هي شعاع القناصة يلي بإيده لكارا يلي مخبي فوق. إذا بدي رح يقتلك بأرضك، بكفي إني أرفع إيدي مرة ثانية وبتنتهي. ما رح تقدر تقتلني يا مراد على مدار، ما بتليق بنوب بهيك، وإلا كنت قتلت زمان كثير. انت بتعرف انا تركت لك بنتك عايشة مشان السبب انت ما رح ترفع ايدك مرة ثانية. منيح، طالما بتعرفني لهي الدرجة لازم تعرف اني ما رح اعطيك السيد عادل، فليش عم تعذب حالك من دون فايدة؟ انت عندك اسلوبك يا مراد، وانا في عندي اسلوبي. بحب اني اشوف الزلمة اللي بدي اقتله واطلع بعيونه منيح قبل ما يموت يا مراد على مدار. وانا ما بدي يكون في علي دين لزلمه بدي اقتله، لهذا السبب ما رح اقتلك هلا، ولهذا السبب رح اعطيك فرصه انك تروح بحال سبيلك. بنصحك تنتهز هي الفرصه كثير منيح وتعمل اول شيء منيح بحياتك. خلص شغلنا معك. وين نفعش احنا طريق